أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة قوية وحلقة مهمة جدا لكل سيدة إن هي تسمعها، وحاجات بتشغل بالنا كتير قوي عن جراحات الأورام النسائية. عايزين نتكلم النهاردة ونعرف إيه هي جراحات الأورام النسائية وإيه علاجها وإزاي نكتشفها. كل ده هنعرفه طبعا من أستاذ دكتور باسل رفقي، أستاذ جراحة الأورام والأورام النسائية بجامعة المنصورة، أمين عام الجمعية المصرية لأورام الإناث، عضو مجلس إدارة الجمعية الأوروبية للأورام النسائية ESGO. اهلا وسهلا، ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا يا دكتور، اهلا منورنا بيك. حضرتك النهارده في البودكاست بالتو سماعه. سعيد جدا بوجودي معاكي. وانا جدا والله. احنا عايزين بقى نعرف ايه هي جراحه الاورام النسائيه. يعني من اسمها هي الاورام الخاصه بالستات. تمام. اول ما بنقول كده الناس بيتبادر الى ذهنها على طول البريست كانسر، سرطان الثدي، وكل بقى التوعيه عليه والحملات والشهر اكتوبر الوردي والكلام ده وكده. في حاجات تانية خاصه بالاناث اللي هي الاوفرز، المبايض واليوترس والسيرفكس والرحم وعنق الرحم. فكل ما يختص بجراحات الاورام اللي هي خاصه بالستات، المبيض والرحم وعنق الرحم، ده بنسميه اورام نسائيه. بنضيف احيانا اليه البريست، بس احنا النهارده هيبقى كلامنا كله بقى بعيد عن البريست عشان البريست خد واخد يعني وقته وقته جامد جامد جدا، جدا. صح. فالنهارده بنتكلم على المبايض والرحم وعنق الرحم، وهو عدد مش قليل من السرطانات. طبعا احنا بنسمع كتير وبنقلق، وبتبقى الواحدة قاعدة مش عارفة طب هي يعني ايه الأعراض اللي تخليها تفكر ان هي عندها مشكلة في الرحم أو عنق الرحم. ايه الأعراض المخيفة اللي الست تبتدي تحس بيها تقلق ولازم تروح لحضرتك؟ طيب خلينا بلاش نقول كلمه مخيفه، علشان بالظبط، خلينا نطمن الناس. ايوه الستات طبعا. قلقين اصلا بطبعهم احنا يعني. خايفين من غير حاجة. يعني قلقين طبعا، بس خلينا نقول احنا عايزين نكتشف اي حاجه بدري علشان يبقى عندنا فرص كبيره للشفاء. فهنقول يعني الريد فلاجز او الحاجات اللي ممكن تقلقنا شويه علشان نبدا نتوجه للكشف. مش معنى كده ان هي حاجه وحشه. هنقسمها مبيض ورحم وعنق رحم. رحم وعنق رحم اساسا رقم واحد فيها هتيجي بنزيف غير طبيعي، سواء نزيف بين الدورات او ان بين الدوره الشهريه، او بيجي اكتر في الستات بعد انقطاع الدوره، ان الست فوق ال 55 او 60 ويبدا يجي لها نزيف مره تانية من المهبل يعني. فكلمه نزيف او دم في اي حاجه عندنا، نزيف من البق، ترجيع دم، نزول دم من فتحه الشرج، هي كلمه مقلقه تستدعي التوجه للطبيب. طبعا. مش معناه ابدا ان ده عندها كانسر او ان هي خلاص يجي لها هلع وانا عندي كانسر، لا، بس لازم اشوف بدل عندي دم مش طبيعي، سواء بين الدوره والدوره، او الدوره بتيجي تقيله قوي، او بيجي اوقات غير طبيعيه، او بالذات بقى في عنق الرحم بعد الجماع بعد العلاقه الزوجيه بينزل نقط دم ودم غير طبيعي، لازم اكشف. وارد يبقى في اسباب كتير غير السرطان، وارد يبقى حاجه مبكره نكتشفها. طب لو الدورة الشهرية نفسها بيبقى فيها الدم كثيف أو نزيف ده؟ يعني ده في اسباب كتير قوي قوي نسائيه، لو في حاجات في الرحم مركبه لولب، عندها حاجات يعني دي مش مش عايزين. مقلقة. هي كده كده لازم تروح تكشف عند طبيب النساء العام عادي خالص، وطبيب تمام. النساء العام هيبدا يوجهها لو في كده. انما احنا بنتكلم منلي على الدم في غير اوقات الدوره الشهريه، او بين الدوره والدوره، او بالذات بعد سن انقطاع الدوره في امهاتنا واخواتنا الكبار اللي فوق ال 55 60، وبدا يجي لها دم بعد ما اتقطعت الدوره بقى لها 5 سنين او 6 سنين. لا، ما ينفعش اعدي اقول ده نقطتين دم ونزلوا كده، لازم اكشف. وفي نفس الوقت مش معناها ان عندك سرطان، بس يعني لازم اكشف. طيب هل من الممكن الوقاية من السرطانات النسائية دي، عشان ده بيبقى رعب بالنسبة لنا؟ طيب الوقايه من السرطانات بصفه عامه ده حلم البشريه يعني. طبعا. هنتكلم مع المبيض والرحم لوحدهم وعنق الرحم لوحده. عنق الرحم له حاجه مميزه قوي، ان ده من السرطانات القليله قوي في تاريخ البشريه اللي احنا عارفين سببها. سبب واضح وصريح. احنا معظم الاسباب اللي هي التدخين والسمنه والوراثه والكلام ده وكده، دي حاجات اوت اوف كنترول. انما سرطان عنق الرحم ده بالذات له سبب واضح، وهو اسمه هيومن بابيلوما فيروس، او الفيروس الحليمي البشري. فوانس ان عرفنا السبب الفيروس ده، لو احنا قضينا على الفيروس ده او منعنا الاصابه بيه، يبقى قضينا على 99% من سرطان عنق الرحم. فبالتالي الوقايه من سرطان عنق الرحم ممكنه تماما بحاجتين. اول حاجه التطعيم ضد فيروس الحليم البشري، وده موجود في مصر وموجود في كل الدول العربيه دلوقتي. فمهم جدا جدا نسال على التطعيم، بالذات في البنات الصغيرين من اول 10 سنين 11 سنه. يعني كل ما بناخد التطعيم بدري، بس بعد 10 سنين يعني، كل ما يبقى الايفكت بتاعه احسن. ماشي. فدي اول حاجه. تاني حاجه الكشف المبكر، ان انا في عندي كشف الدوري اللي هو منظار عنق الرحم ومسحه عنق الرحم مهم جدا. يبقى عنق الرحم مسحه التطعيم ده الاساس، وبعدها الكشف الدوري بالمسحه بتبقى كل 3 سنين، مش حاجه مرهقه، ومسحه بسيطه كده خالص عند وحدات الاورام النسائيه او وحدات الكشف عشان المبكر. نتأكد ان مفيش الفيروس الفيروس موجود. اللي هو الهيومن يس. بابيلوم. هو ده فعلا تطعيم مهم جدا، واحنا برضو كدكاترة اطفال بننصح بيه. يعني انا مديه لبناتي الثلاثة وانا واخداه، ولازم فعلا يبقى فيه اويرنس
اويرنس بيه او يعني توعيه جامده عن التطعيم ده يعني. انا مدي البنتين عندي، ويعني اعتبر من اكتر الناس في مصر اللي طعمت ضد الهيومن بابيلوما فيروس. بالنسبه للرحم والمبيض بقى الحاجات العامه بقى اللي هو الوزن والرياضه وتقليل التدخين والحركه والتوتر والحاجات دي، يعني الحاجات العامه الخاصه بالسرطانات كلها. طب الجراحات النسائيه او جراحات الاورام النسائيه هي تتمثل بس في الرحم والمبايض، يعني ان احنا نعمل استئصال للرحم والمبيض بس؟ ما هو عشان كده بقى احنا بنتكلم كتير، وعشان كده احنا قاعدين النهارده بالذات ان الناس تعرف ان في تخصص اسمه جراحات الاورام النسائيه. لان كتير للاسف يبقى واحده عندها مشكله في المبيض او مشكله في الرحم او اشتباه ورم، فبتخش مع دكتور النساء العام او دكتور الجراحه العامه وتعمل استئصال الرحم وخلاص، او استئصال جزء من الرحم، ودي مشكله اكبر بكتير يعني. تمام. كل قصه الكلمه اللي بنقولها على طول في الطب، نو وان سايز فيتس اول، مفيش حاجه يعني هي دي بتعمل للكل. كل نوع من الانواع، يعني سرطان المبيض في عمليه اسمها استئصال للرحم والمبايض ومنديل البطن واجزاء من الغشاء البريتوني والغدد الليمفاويه وحوالين الاورطه والاي في سي، دي شرايين مهمه، عمليه كبيره جدا. فكتير جدا بنلاقي ست عندها سرطان مبيض وشالت الرحم بس، دي بنسميها عمليه غير كامله. طب هنخش عمليات تاني، طب هناخد كيماوي، طب هنعمل ايه؟ لان من الاول ما اتعالجتش صح. نفس الكلام في سرطان الرحم، عندنا تايب 1 وتايب 2، في نوع اول ونوع تاني. نوع مجرد استئصال الرحم العادي خالص، ونوع تاني موجود كتير دلوقتي لازم بيتشال معاه غدد لمفاويه، لازم يتشال برضو احيانا منديل البطن، لازم يتم التعامل معاه. واحيانا في حالات مش لازم نشيل الرحم خالص، يعني ممكن نحافظ، يبقى عندها حاله عندها سرطان وسرطان في الرحم ونحافظ لها على الرحم ويبقى عندها فرصه في الانجاب بنشيل والخلفه منه اجزاء يعني على حسب السرطان في المراحل المبكره. عشان كده بنقول بقى في الكشف المبكر في المراحل المبكره وفي الانواع الهاديه وارد جدا نخش بحاجه اسمها منظار رحمي، بخش من تحت اشيل الكتله الصغيره دي، ثم بندي حاجات هرمونيه، علاجات هرمونيه، لولب هرموني وعلاجات هرمونيه مثلا 6 شهور 9 شهور او سنه، ونشيله ونديها فرصه ان هي تحمل وتخلف وكده. فمش بالضروره، كتير جدا بيجي لنا بنات، يعني انا لسه امبارح شايف حاله 39 سنه عندها سرطان رحم، قلنا لها ممكن نحافظ على الرحم. الاسبوع اللي فات هنا في المستشفى شايفين حاله جايه من ليبيا ومتحدد لها استئصال رحم وهي ممكن نحافظ على الرحم فيها. فانا قصدي ان الموضوع كبير قوي، مش مجرد ان احنا يعني اي في حاجه. حالة جات لحضرتك هنا في مستشفى شفا عندها 39 سنة وقدرنا نحافظ على الرحم وعلى لا الخصوبة؟ دي مش حاله واحده يا فندم، احنا ده عندنا حالات دلوقتي كتير. يعني طب انا هنا الحمد انا هنا مش لله. بقالي كتير، يعني بقالي طيب. تقريبا سنه ونص سنتين بس، اتليست عندنا في السيريز بتاعتنا اللي من جوه شفا حوالي 4 حالات على الاقل، تمام. يعني اللي من اسكندريه واللي من ليبيا واللي من المنصوره واللي من القاهره يعني. ودي نسبة كبيرة جدا، وكفاية ان الواحد يكتشف، يعني متهيألي الحالات دي بالنسبة لنا احنا كسيدات حتى الحالة بطعم 100 حالة، يعني ان الواحد طبعا. يكتشف ويعالج وكمان ممكن يحافظ على الخصوبة. يعني هل فعلا ممكن مع استئصال الرحم نبقى محافظين على لا الخصوبة؟ استئصال الرحم مش خلاص. رحم، يعني حضرتك مع بتقولي سرطان الرحم مع سرطان الرحم جزء معين يتشال والخصوبة، بالظبط كده، ونقدر يعني نحافظ. الخصوبة ممكن ما تأثرش؟ طبعا. تمام. في المبيض، في سرطان المبيض ممكن في بعض الحالات برضه، عشان ما نديش امل زائف للناس، بس في سرطان المبيض في حالات كتير ممكن نشيل المبيض بس ونحافظ على الرحم والمبيض التاني، فتبقى عندها فرصه في الخلفه. تمام. وده بنشوفه كتير وفي الولايات الصغيره بالذات، يعني من لطف ربنا ان انواع الاورام اللي هي جيرم سيل تيومرز اللي بتيجي في البنات ال 20 و30 سنه اغلبها بنقدر نحافظ فيه على المبيض والرحم التاني، ده الاغلبيه. في الرحم في المراحل المبكره في الاورام الهاديه نقدر نحافظ على الرحم فتره من الزمن. في عنق الرحم برضو في الكشف المبكر خالص احنا ممكن نشيل، بنقور كده عنق الرحم او بنكويه او بنعمله او بنشيل حتى عنق الرحم خالص، وعندنا برضو سيريز من الحالات معموله، ونحافظ على الرحم والمبيض وتقدر يبقى عندها فرص في الحمل والخلفه. وغير كده الهرمونات بتاعت المبيض حتى لو مش حمل وخلفه، ان المبيض يبقى بتساب وهرموناتها وانوثتها وكل الوضع ده. طيب احكي لنا كده يا دكتور على قصص نجاح يعني تدي امل برضو للسيدات حضرتك شفتها او حصلت مع حضرتك. قصص نجاح يعني كتير، يعني السكسسفul ستوريز بقى اللي هي ان يجي لنا بنت صغيره، اعتقد دي كانت قصه مشهوره يعني سمعت في مصر كلها، دكتوره امتياز وجايه متشخصه بسرطان في المبيض وجايه تعمل الجراحه وخلاص، والناحيتين المبيضين، واخده علاج كيماوي على انها سرطان مبيض ماشي. وبعدين جوه العمليه نلاقي ان هي حاجه اسمها بوردر لاين تيومر، ان هي ورم، يعني بالخبره الشخصيه كده المنظر ده مش منظر سرطان، ده منظر حاجه اسمها بوردر لاين، ونحافظ لها على المبيضين ونحافظ على الرحم، ويطلع التحليل النهائي مظبوط ان ده نوت كانسر، هي خدت كيماوي ما كانش له لازمه، ونحافظ لها على الرحم والمبيضين وفرصها. مش عايز اقول لك مامتها لما طلعنا قلنا لها يعني هي خلاص داخله ان البنوته 25 سنه لسه ما اتجوزتش، داخلين نشيل كل حاجه، حافظنا على كل حاجه ومش سرطان كمان ومش تاخد كيماوي تاني، يعني مش عايز اقول لك مامتها على الافراح اللي عملتها في المستشفى والكلام ده. طبعا. البنت اللي جايه من ليبيا وجايه خلاص مقرر لها استئصال الرحم وكل حاجه، ولا احنا هنحافظ لك على الرحم. وبعدين هو لطيف ان الناس ما بيبقاش عندها فكره عن القصه خالص، ولما تسمع الكلام ده بتحس ان كلام غريب قوي، بس لما بتروح بقى بتسال او بتبعت حتى بره وتسال كده بيقول او بتعرف ان الكلام ده مظبوط، بتبتدي تعرف ايه هي جراحه الاورام النسائيه. يعني حضرتك انا على المستوى الشخصي وانا دكتوره اطفال استفدت جدا طبعا، عشان
عشان فعلا التخصص ده يعني مهم جدا جدا، مهم جدا ان السيدات يكتشفوا الامراض من الاول. طيب ايه النصايح اللي تديها للسيدات بقى عامة وللبنات الصغيرين قبل الجواز وبعد الجواز اللي هم ياخدوا بالهم منها ويعملوها علشان يقوا نفسهم من السرطانات؟ نفسي تروقوا بالكم شويه. انتوا انتوا قالوا زياده طب عن اللزوم. الستات ازاي يروقوا بال؟ ما ينفعش ما قالوا زياده ينفعش. عن اللزوم. وكمان بقول لهم على طول في التعامل مع الستات، التعامل يعني انا عشان بشتغل جراحات اورام نسائيه، فمعظم العيانين المريضات بتوعي فوق ال 60 وال 70 وكده. السن ده لطيف جدا جدا وبيبقى عندهم تقبل كده ولطيف. سن الثلاثينات والعشرينات والاربعينات ده بيبقى انكشس قوي، قلق قوي. وبقول لهم يعني لما يجي لي مريضه كده طبعا حبايبي وكل حاجه، بس بيبقى قلقه بشويه. القلق والتوتر وده مرض يعني سمة العصر كله، رجاله وستات لازم نهدى شويه. لازم نعرف ان معظم سرطانات او النسائيه عنق الرحم لطيف جدا جدا ونسب الشفاء فيه عاليه جدا جدا لو تم كشف عنه مبكر. فانا لو اهتميت فعلا زي ما اتفقنا بالتطعيم والكشف الدوري كل 3 سنين، بروح اعمل مسحه. المسحه دي حاجه في اقل من 30 ثانيه ومش حاجه بتوجع خالص، واوت بيشنت بتتعمل بره. خلاص انا كده قفلت يعني الباب المسحه ده. دي بتتعمل في العياده الخارجيه في ايوه يعني هنا كشف في مبكر. شفا نعملها في العياده موجوده الخارجيه بسهوله؟ موجوده في مركز الاكسل بتاع الاورام بتاع شفا، موجوده متاحه، وموجوده في وحده الكشف المبكر، وموجوده في المبادرات الرئاسيه دلوقتي في اي مستشفى في مصر. تبع المبادره الرئاسيه بتخش الست ببلاش، حتى الفلاحه البسيطه تقدر تعملها، وموجوده في شفا في وحده هو كشف شفا مبكر. فيها وحده كامله كبيره جدا للاورام. احنا عاملين مركز كبير للاورام في شفا تحت هنا. في الميزه فيه ان هو في كل التخصصات. يعني انا كنت موجود امبارح بشوف حاله، لا الحاله دي انت مالكيش جراحه، ليكي علاج كيماوي. الاوضه اللي جنبي على طول بروح اخبط على دكتور الكيماوي، الحاله دي كذا كذا، بنتناقش فيها سوا. يعني اعلى حاجه في التعامل مع الاورام حاجه اسمها الام دي تي، المالتي ديسيبلينري، ان احنا ما عادش فيه في الاورام خالص. وعشان كده اللي بنقوله ان الدكتور لوحده ياخد القرار. بنقعد مع بعض، الدكتور الكيماوي مع الاشعاعي مع الجراح مع الباثولوجي مع الاشعه، بناخد القرار سوا. فالميزه عندنا هنا ان احنا عاملينها ان بيبقى جاي موجود عن يميني وعن يساري التخصصات، الكيماوي موجود والاشعاعي موجود، الحاله كذا تعالوا نقعد مع بعض، وهم اصدقاء كمان يعني احنا كلنا اصدقاء مع بعض. دي اهم فبنخبط حاجه التيم ورك دي بنقول ان الحاله دي كذا كذا كذا. امبارح في حالتين جايين جراحه وقلنا لا يبداوا كيماوي، وخدنا القرار اون ذا سبوت مع المجموعه، عشان لازم يبقى فيه كونسلت طبي في اخذ القرارات بتاعه الاورام. فعلا ما هو فعلا. الاورام لم تعد اطلاقا. حتى لما مريضه تجيلي انا اقول لها بشجعك تاخدي سكند اوبينيون، ما تاخديش رايي خلاص كده. بس هنا في شفا كله موجود بقى، يعني حضرتك بتقعد في الدور كله، كل حاجه تخص عيان او مريض السرطان بيتلقى العلاج الكامل، وفي نفس الوقت بيبقى فيه زي ما حضرتك بتقول كذا تدخل من كذا تخصص جوه الاورام. لا ده مش بس الاورام، والتغذيه والنفسيه يعني كل ما ما كل يتعلق ده بالاورام فعلا عشان كل ده العيان موجود. بيتاثر جدا طبعا. يعني ده الميزه هنا بصراحه اللي مريحاني في الشغل هنا، ان بقول لهم انا باجي بلاقي الدكتور الكيماوي عايز راي الكيماوي موجود، عايز راي الاشعاعي موجود، الاشعه موجوده، التحاليل موجوده، والتغذيه موجوده. والتغذيه ده جزء مهم جدا. علاج الالم موجود، دكتور اسامه يعني اكتر مره سالت علاج الالم موجود في المستشفى، والجزء النفسي موجود. فانا كاورام مش عايز اكتر من كده خلاص يعني. ميرسي جدا لحضرتك يا دكتور، وبجد حلقة ممتعة جدا، ويا رب دايما مع بعض على طول، وانتظرونا في حلقات جديدة مع بودكاست بالتو وسماعة. ميرسي يا دكتوره ولاء جدا، ميرسي سعدت لحضرتك جدا، جدا. شرفتنا. ميرسي جدا.